مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. زي ما شفتوا الفيديو اللي فات كده، فتحنا الحصالة بتاعت ال50 يوم ولقيت فيها 800 جنيه. نزلت جبت بقى ايه شوية الحاجات دول، وطبعا انا عرضتها معاكم. يعني الحاجات دي اللي هي يعني تقعد معايا فترة من غير ما تبوظ او يجرى لها اي حاجة. جبت زيت وجبت مكرونة ودقيق وشعرية وشوية حاجات كده، وكنت شايله طبعا السكر من قبل كده، وكنت شايله شويه حاجات يعني ان شاء الله تنفعنا في رمضان باذن الله. هشيلهم كده على جنب، مش هاجي جنبهم خالص. ونصيحة مني بقى، يعني اللي معاه فلوس دلوقتي، معاكي 200 معاكي 400 معاكي 500 جنيه على جنب كده، مالهمش دعوة بمصروف البيت، انزلي هاتي بيهم شوية سلع وشيليهم كده على جنب. بجد بينفعوا جدا، لان زي ما انتم شايفين الاسعار بتزيد كل يوم. طيب انا ما معيش فلوس ان انا اجيب، وما عملتش الحصاله بتاعت ال50 يوم. الفيديو دوت ان شاء الله هقول لكم فكره برضو حلوه جدا، تقدروا برضو ان انتوا تنفذوها. يبقى في وقت باذن الله تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه. دي حصاله ال30 يوم. تمام. قبل ما ابدا بقى اشرح الحصاله بتاعت ال30 يوم كده، نسمي الله ونصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناه، وتعالوا نشوف بقى مع بعض حصاله ال30 يوم دي. انا بجيب ورقة وبكتب فيها من 1 لحد 30، نفس الفكرة بتاعت ال50 يوم وال100 يوم، بس دي بتبقى بسيطة كده شوية. هتتعمل في شهر واحد بس، وهيبقى معاكي برضو مبلغ. يعني يفضل على رمضان شهرين، تقدري تعمليها شهرين ان شاء الله، يبقى معاكي مبلغ كويس تقدري بقى تجيبي بيه شوية اليميش بتاع رمضان، البلح بقى، المكسرات، تقدري تشيليهم بقى للكحك والبسكويت. لو عايزه تجيبي هدوم، في ناس بتحب جدا تزين البيت بتاعها كده قبل رمضان، هتجيبي مفارش، تعملي اي جو كده للبيت، تحسي ببهجه كده في رمضان. رمضان بيجي مره واحده في السنه، فاحنا مش عايزين نضغط على نفسنا في الميزانيه، او يعني نحس ان احنا مضغوطين. فلو نفذتوا الحصاله دي ان شاء الله هيبقى معاكم مبلغ كويس باذن الله، تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه. هقول لكم طبعا المبلغ وحسبناها ازاي. زي ما اتفقنا بنكتب من 1 لحد 30. انت معاكي دلوقتي مثلا 5 جنيه، تعلمي على رقم 5 وتحطي ال5 جنيه في الحصالة. معاكي 7 جنيه، هتعلمي على 7 وتحطي في الحصالة. تمام. الفكرة بسيطة وسهلة جدا، ممكن تبدأي لو أول الشهر تبدأي بالأرقام الكبيرة، علشان برضو بيبقى أول الشهر يعني بيبقى معانا فلوس. يعني أي فكة بتتبقى معاكي اوعي اوعي تستهوني بيها، حطيها في الحصالة وعلمي عليها. الفكرة ان موضوع الورقة وان انت تكتبي وتعلمي دي بيبقى مشجع ومحفز كده ان انت تكملي علشان تعلمي على باقي الأرقام. تمام. طيب هيبقى معاكي كام لو عملتيها من 1 لحد 30؟ هيبقى معاكي 465 جنيه. ماشي. انا هنا جبت الحصالة. تجيبي بقى الحصالة، اهم حاجة تكون ما بتتفتحش بسهولة علشان ايديكي ما تتمدش برضو عليها، وتستسهلي كده كل ما يبقى حد عايز فكة تروحي مدياله. عندك بقى برطمان زي دوت، اي برطمان عندك ممكن تلزقيه كده بامير او بشمع كده برضو، عشان ما يتفتحش معاكي بسهولة. وبسكينة كده تقدري ان انتي تسخنيها وتعملي بقى الفتحة كده من فوق، او علبة سمنة كده تغسليها وتنشفيها كويس وتلزقيها برضو، وتعملي لها الفتحة اللي هي من فوق اللي انت هتحطي برضو فيها. موضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجة خالص، بس انت خليه عندك كده ارادة وعزيمة وابدأي. زي ما قلت لكم، معاكم مبلغ على بعضه، انزلوا اشتروا بيه الحاجة. ما معكوش يبقى تعملوا بقى ايه الفكرة بتاعت حصلت ال30 يوم دي، وصدقوني هيبقى فيه وقت ان شاء الله قبل رمضان. افتحيها ان شاء الله تلاقي معاكي المبلغ دوت، زي ما قلت لكم تقدري تجيبي بيها اللي انتي عاوزاه واللي انتي محتاجاه. تمام. انا هنا حطيت في الحصالة 15 جنيه، كانوا يعني متبقيين معايا. فحطيتهم وعلمت بقى على رقم 15. طيب انا بحسب ازاي الرقم اللي هيطلع لي؟ بجيب الآلة بتاعتي او الموبايل
وبتحسبي بقى 1+2+3+4+5 لحد ما توصلي لرقم 30. هيبقى معاكي 465 جنيه في شهر واحد بس. تمام. لو عملناها شهرين هيبقى معاكي 930 جنيه، مش وحشين خالص. وانتي وشطارتك بقى ممكن تكمليهم ال1000، وممكن لو عملتيها شهر واحد بس تقدري ان انتي تكمليها 500. زي ما قلتلكوا بجد والله هتنجز معانا، وهيبقى فلوس اصلا انتي مش يعني هي فكة كده. يعني احنا كلنا بنصرف الفكة دي في حاجات يعني مش ضرورية قوي او كده. فخليها قدامك كده في المطبخ، وقلقي الورقة دي كده عندك على في المطبخ كده، عشان تبقي وانتي رايحة وانتي جاية كده ايه شايفاها، وتبقي متشجعة ومتحمسة ان انتي تحطي. زي ما قلتلكم اهوت كان معايا 15 جنيه، فحطيتهم بقى في الحصالة وهبتدي اعلم على رقم 15. انا بقالي سنين بعمل موضوع الحصالة دوت قبل رمضان. بجد بينفعني جدا جدا جدا، وانا بحب بجد يعني اعمل اي جو كده، احسس اهل بيتي كده باجواء رمضان. اجيب فرع يعني لد كده في المطبخ، اجيب مفرش بيبقى مرسوم عليه بقى حاجات لرمضان او كده، اجيب كوشنات كده للصالة، اعمل اي حاجة زينة بقى. الحاجات دي بتبقى جميلة جدا جدا، وبتدي بقى جو حلو قوي كده في الشقة. فالناس اللي بتحب تعمل كده ابدأوا واعملوا الحصالة دي، عشان ايه هي الفكرة كلها ان احنا ما نقصرش على ميزانية بيتنا، او نحس ان احنا مضغوطين. زي ما قلت لكم في ناس برضو بتحب تعمل كميات من الكحك والبسكويت والحاجات دي، تقدري تشيليها برضو تجيبي بيها 2 كيلو سمنة مثلا او حاجة، تجيبي بيها الدقيق. الحاجات دي بتنفع. عايزاكم بقى كلكم كده تتشجعوا ان شاء الله وتعملوها باذن الله، واكتبوا لي كده في الكومنتات الناس اللي هتبدا معانا. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكون الفكره وصلت لكم كده وتعجبكم وتنفذوها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب ان شاء الله، ورمضان يجي علينا بخير وصحه وسعاده باذن الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.